السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جنان عمرو أديب، محدش عارف يوقف الناس دي يا جدعان. قبل ما نعرف التفاصيل يا ريت ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات وتدعمنا بلايك وشير، واذا كنت بتشاهدنا لاول مرة يشرفنا اشتراكك في القناة عشان تشوف كل جديد. بعد فوز الاهلي على غزل المحلة 2-0 وبأداء عالمي ولا اروع، خرج عمرو أديب في برنامجه معلقا قائلا: هو قطر الاهلي ده يا جدعان ما بيوقفش على محطات؟ الاهلاويه طلعوا هيصوا من يومين عشان احمد دياب رئيس الرابطه راح المحل عشان يقنع بابا فاسيليو انه يقعد، ووزير قطاع الاعمال ومحافظ الغربيه، كل ده عشان الاهلي يتغلب. وبصراحه جمهور الاهلي عنده حق، اللي بيحصل ده مش طبيعي. قوم النادي الاهلي يهرس غزل المحل وما يخليهمش يطلعوا من ال 18 بتاعتهم، ويفوز 2-0 مع الرأفة، واللي يجيب الهدفين هم المحترفين الجنوب الافريقي بيتسي تاو والبرازيلي برونو سافيو، اللي الاعلام مسكهم قطعهم جزل جزل. هي دي المحترفين اللي تفرق مع النادي، مش التلات مكسحين اللي جايبهم الزمالك وبيقولوا عليهم صفقات. بص يا مرتضى على الصفقات اللي بيتقال عليها صفقات صحيح، وانا عارف ان قطر الاهلي دوت مش هيقف. وعموما الف مبروك للاهلي، وانا كنت متاكد ان الاهلي هيفوز. يروح دياب، يروح اشرف صبحي، الاهلي السنه دي هياخد كل البطولات سواء المحليه او الافريقيه. الاهلي رجع بعبع تاني. ودي نهايه حلقتنا، ويا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناه وتدعيم زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.